انا عايز اقول لك هنيئا لمن تابع حلقات الاسبوع اللي فات. استحاله يكون حد شافهم وجاب اقل من 70 نقطه. فانا عندي اعتقاد ويا ريت يعني توافقني او ما توافقنيش فيه. غالبا مش هوافقك يعني. اي حد ما عندوش سيمينيو او مش عامل سبسكرايب يبقى بيلعب الفانتسي غلط. انا عامل واحده منه. عامل سبسكرايب اكيد، ما معكش سيمينيو انت بتلعب الفانتسي غلط. الجوله اللي فاتت يا كابتن يوسف انا الحمد لله يعني جبت 90 نقطه. ربنا يبارك لك يا الله نهار يخليك يا رب، ابيض. الله بدات يخليك. تشم نفسك اهو. وتشكيله السكاوت تيم بتاع فانتسي بريمير ليج جابت 90 نقطه. هل ده معناه بجد والله؟ والله هل ده معناه احط لك الاثنين على الشاشه؟ هل ده معناه ان انا واحد او مساوي في نفس تفكير الناس السكاوتنج؟ يعتمد على حاجه ان انت كنت بتشتمهم ف ما انا بشتمهم لحد دلوقتي وكنت بتقول عليهم ان هو فكرهم قليل. ايوه. فانت كده بتقارن نفسك بايه بالظبط؟ انا بقارن ايه بقى؟ الناس اللي بتعبد خبر اسود. هتقولها كده هتقولها صراحه اللي هي بتقدس الناس بتوع الفانتسي او بتوع السكاوت. طب انا اهو جبت 90 نقطه ابقى انا شبه وعايش عادي وبتنزل تجيب حاجات من السوبر ماركت وعادي وكل حاجه. بعمل حلقات على اليوتيوب اهو وكل حاجه اعمل سبسكرايب بقى. احنا عايزين نلحقكم قبل ما تروحوا في نهايه الفيديو. فاعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي، يعني انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب. ماشي انا مستنيك. والله مخلص براحتك خلاص واحنا خلاص. نبدا. عمل ماشي كده يعني. عايز اقول لك ان الشياكه والاناقه دي كلها اللي انتوا شايفينها واللي الناس كتير قوي بتسال التيشيرتات منين، من ستور A1V. هنسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام تحت في الديسكريبشن، وادي الصفحه بتاعتهم اهي. ناس قمه في الاحترام وبتوصل لكل المحافظات، والكواليتي زي ما انتوا شايفين. مش هنقعد نشكر بقى، خد بالك ده تطريز. ده حاسه لازم. لا لازم. مين انت ما بتشوفش؟ خبر تطريز. ابيض. الحمد لله ما حطيتش ايدي. وخد بالك عايز اقول لك ان التيشيرت ده بيك انت بقيت صامويل ايتو. بص كده للكاميرا، والله الستور خلاه صامويل ايتو فيس اهو. ايه رايك؟ انا شايفك وانت بترقص دلوقتي. عمره ما كمل. اي حد يكلمه على انستجرام قول لهم تبع كيجي كوره وهم يعملوا معاك احلى واجب، يوصلوا كل المحافظات. طيب انت جبت كام نقطه بقى الجوله اللي فاتت؟ انا جبت على قد 76. هم مش انا بقى تصغرونا يا جدعان. 76 وجاي معايا في البرنامج. جبت 76 نقطه وفعلا زي ما انت قلت هالاند هو اللي لحقني. بس انا في حاجه، ما هو انا اصلا جايب هالاند من الاول ليه؟ عشان يبقى فرقه لوحده. صح، يعني علشان هو يتكابتن بقى في الجولات اللي هتبقى ايه حظ فيها، او اللعيبه اللي انا جايبها مش هي اللي هتجيب نقط، فده يكفر الدنيا يعني. الجوله اللي فاتت يا كابتن يوسف كانت جوله مليئه بالنقاط. الافريج تقريبا 63 نقطه. ولكن الملحوظ على مدار الاربع جولات الماضيين، لو انا بتكلم باللغه العربيه عشان الموضوع يبان ايه ان هو كلام مهم، ولكن لو تسمحوا لي اقول لكم لكن يعني في نص الكلام، المدافعين هم الاكثر تحقيقا للنقاط فعلا ده حصل. بغض النظر عن هالاند وسيمينيو يعني. ولكن المدافعين مهمين جدا 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 خلال الاربع جولات دول. فلازم نركز كويس جدا على اختيار المدافعين، وزي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده على الفرق اللي نركز على دفاعها. عندك برضو 2 لعيبه حققوا طول الاربع جولات على مدار الاربع جولات اعلى ديفنسيف كونتريبيوشن بوينتس، هم تاركوفسكي وسينسي. الاثنين حققوا في الاربع جولات، والاثنين اعلى 2 لعيبه عملوا تدخلات طول الموسم. فاعتقد 2 لعيبه زي دول لما يبقوا عندك في تشكيلتك يجيبوا لك النقطتين، يلحقوك نقطتين مع الكلين شيت، ضاع 4 نقط حلوين، ما خسرتش كتير. مع ان انا عارف الكلام ده كابتن خالد، ولكن ما نفذتوش على ارض الواقع علشان كان قدامي اختيار بين الاختيارين، ان انا اجيب دفاع ارسنال او ان انا اجيب كوكوريا. فللاسف سمعت كلام قلبي وجبت كوكوريا من تشيلسي، ولكن انا بنصح واحنا شايفين وان تبقى جريمه في حقك لو انت ما جبتش دفاع من ارسنال السنه دي. قدام الكبير بيعمل كلين شيت، قدام الصغير بيعمل كلين شيت، مركزين جدا. والثلاثي الهجومي انا شايف ان ايزي كان متحجم شويه الماتش اللي فات. جيوكريس زي ما قلنا من بدايه الموسم كمهاجم وكامكانيات مهاجم حاجه خرافيه بالنسبه لي يعني. بالنسبه لي انا شايف ان ده مهاجم عنده كل الامكانيات، شويت، بيعرف يتحرك كويس، ولكن ارسنال محجمه الدنيا شويه عليه. طب وعم محمد صلاح؟ مدويكي حلو جدا بس مش فانتازيا. هو بصراحه زي ما قلت لك مدويكي اثبت حاجه مهمه جدا، ان في ارسنال هو بيعمل كل الخطه عشان يحط الجناح ده اذا كان ساكا او مدويكي 1 على 1. لو انت كويس في دي انت خلاص مش محتاج تبقى ساكا، انت ممكن تبقى مدويكي بس بيعمل الحاجات اللي ساكا مطلوبه منه فمأدي كويس. ولكن انا عند رايي ان هو فانتازيا مش قوي قوي زي ايزي وجيوكريس، والجيوكريس اعلى بكتير برضه من ايزي يعني. نوتنجهام ابعد عنهم خالص الفتره دي.
خالص. بوستكوجلو بجد بيضحك. فاستنى، هم عندهم ماتشين حلوين الجولتين الجايين، اتفرج عليهم الاول، شوف الراجل ده بيلعب ازاي، لان بقى الصلابه الدفاعيه والكلام بتاع نونو سانتو ده مش هيبقى موجود خالص مع بوستكوجلو. الفرق اغلبها كابتن يوسف، وخصوصا الجوله اللي فاتت عشان ماتشات الساحل دي كانت ماتشات مميته بصراحه، اغلبها مركزين اكتر على الدفاع، وخصوصا الفرق الصاعده بيرنلي وليدز ساندرلاند. بس تاخد بالك من حاجه مهمه قوي، الكلين شيت اللي هم بيعملوه لما بيكونوا بيلعبوا فرق اعلى منها في الامكانيات، فبيبقوا مركزين جدا في الدفاع. انما لو بيلعبوا فرق في نفس المستوى او بيلعبوا بعض، ما اعتقدش ان الكلين شيت هيبقى حاجه مضمونه. فانت لو عندك حد من دفاعهم لعبوا قدام فرقه متوسطه، ما تلعبوش قدام فرقه ضعيفه. ناس كتير قوي سالونا عن اداء ليفربول. هم فرديا دفاعين كويسين، ده اللي بقوله لك، انما كمنظومه دفاعيه لا، وحشين جدا. ماشي، خلينا متفقين على حاجه زي كده. هجوميا انا صراحه شايف ان هم في منتهى العقم بصراحه، يعني شايف ان مفيش اصلا خلق فرص، هنستحوذ وهنقعد نزنق الفرق في ال18 بس مفيش خلق فرص. خلاصه الكلام ايه؟ ان اللي هيعمل حاجه في الفرقه هو صلاح، لان هو اللي ماسك بلانتيات اللي مش عارف ايه، فهو خلاص هم معتمدين ان مفيش فرص، فالسيت بيسز هم اللي هيعملوا منها نقط. انا شايف ان هو صلاح هو اللي يتشاف من الفرقه، يعني ولا ايكيتيكي ولا جاكبو ولا فيرتس. نيوكاسل باداء ضعيف قدام وولفز اللي خسر 4 ماتشات. اعتقد كان منتظر اكتر من نيوكاسل، وخصوصا الماتش كان على ارضهم، فكان منتظر اكتر. ولكن النقطه المضيئه هي فولسميد اللي جاب الجون وعمل ماتش حلو. اعتقد هيكون من الاختيارات الكويسه برضو. وولفرهامبتون برضو لصحتك ابعد عنها يعني. توتنهام تستمر في الاداء الكويس، ولكن الدفاعي من وجهه نظري هم كسبوا برضو 3-0، ولكن دفاعيا برضو هو اللي فارق. الاجوان كلها اصلا كونسبت، الاجوان كلها مش متنوم، مش عن هجمه ولا تنظيم ولا خطط هجوميه ولا اي حاجه من الكلام ده. فزي ما اتكلمنا ان اعتمادك يبقى على فان ديفين، روميرو، ولا بيدرو بورو. هجوميا اديك شفت القدوس وريتشارلسون عملوا فيكوا ايه. حلو عملوا فيكوا دي، حلو ان انت طلعت نفسك. انا طلعت نفسي منها، لان انا معترض على موضوع قدوس ده. وبعدين ايه؟ وبعدين هو انا يوناي ايمري انا مالي؟ وبعدين يعني مش من برمنجهام؟ بجد فرقه مثاليه في الفشل، يعني مفيش ولا جون جابوه. احنا في كاس العالم ولا ايه؟ عارف انت الفرق اللي بتعمل احصائيات اللي هي ما جابوش ولا جون؟ ارمينيا في كاس العالم، ارمينيا ومنغوليا ولا فيها يا جدعان. المهم ان استون فيلا دفاعيا وحشين جدا، لولا ايميليانو مارتينيز الماتش اللي فات كان خسروا 3-4. دفاعيا وحشين جدا. هجوميا هم بجد مش عارفين الجون، يعني عارف انت اللي هو لما يقول لك واحد من نص ملعب راجع لهم بيحكي لهم شاف ايه في الجون. ايوه، هو بجد بالظبط كده. روجرز بيقعد يهبل هناك ويقول لهم على فكره 3 خشبات وشبكه والليله كبيره قوي. زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، ما تجيبش حد من استون فيلا، ولو معاك حد وخايف قوي ان انت بيعه على ضمانتنا. ولو عمل حاجه هنعمل دلوقتي جروب على الفيسبوك ان شاء الله، كلنا هنشتغلهم مع بعض، مش هتفوت حاجه ما تقلقش. دلوقتي هنتكلم على تشيلسي. انا قلت لك ان ماتش تشيلسي وبرينفورد بغض النظر عن الفانتسي كان ماتش ممتع جدا، بالذات الشوط الثاني كان جميل والكره رايحه جايه. ولكن ابهرني ان بالمر بدا يبقى شخصيته مختلفه شويه، وبدا يشد الفرقه تاني زي ما كان في بدايه الموسم اللي هو اول ما جه. ده اول جون يجيبه من لاعب مفتوح بقاله سنه باين. ما انا بقول لك هو خلاص تحس ان هو راجع، ان هو ما يبقاش كولد قوي، لانه هو بجد هو كان عارف انت انا مايسترو وفاهم كل حاجه. لا بدا يشد شويه وبدا يبقى هجومي اكتر على الجون. كوكوريا من ساعه ما نزل بصراحه خطير جدا جدا جدا، وشاط كذا كوره على الجون. جواو بيدرو بصراحه في منتهى الحظ، الكوره اصلا كان بيعمل كده بس لا يخذلك ابدا بصراحه، لا يخذلك فعلا. فخليك مستمر مع جواو بيدرو وكوكوريا بالذات. ختام الجوله كان ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. بصراحه لا يرتقي ان هو يكون ماتش كبير، كان ماتش ممتع، انما لا يرتقي ان هو يكون ماتش اللي هو بقى ديربي بقى واحنا مستنيين ماتش وكده. ليه بقى؟ لان اليونايتد بجد من أسوأ الفرق اللي شفتها بتلعب كوره اوفر اول بجد. يعني مثلا امبي امبارح كان بيلعب احلى من اليونايتد بجد. اليونايتد لا دفاعيا ولا هجوميا ولا في خطه ولا في مدرب ولا في لاعيبه ولا في اي حاجه. شفت المثلث اللي كانوا عاملينه في الدفاع يا ابني؟ ايه جون هالاند الثالث ده بجد؟ انا نفسي كابتن لؤي فوزي يطلع يحلل الماتش ده. مش هيعرف بجد مش هيعرف. يعني اديني، عشان انت اكتر واحد خبير في الموضوع ده يا ريت حد يوصل له صوتي. اديني بالله عليك اموريم شرح لهم ايه وهم نازلين الملعب عشان يعملوا الخطه اللي عملوها ويجي منها الجون الثالث ده. هالاند بقى اون فاير. يعني انا شايف جريمه في حق نفسك انك ما تجيبش هالاند بعد ماتش ارسنال، وماسك فورمه بجد احسن من الفورمه بتاعه السنه اللي جاب فيها 630 جون دي. من السيتي برضو بعد التعاقد مع دوناروما اعتقد انك لازم يبقى معاك حد من دفاع السيتي، وجدولهم هيحلو قوي بدايه من ماتش بيرنلي ده. فلازم حد من دفاع السيتي وهالاند ورايندرز. هنعمل ايه بقى يا كابتن يوسف الجوله الجايه؟ ولكن قبل ما تقول لهم عندي لهم نصيحه انا بحب اقولها كل سنه. بتموت وتقول انت ما بقدرش، لان انا بشوف ناس كتير قوي بتغلط الغلط ده، وهي انك تعمل تبديلتك وتتسرع. انت عندك في نص الاسبوع، بص الماتشات عندك كل الفرق هتلعب،
في نص الاسبوع، اللي هيلعب شامبيونز واللي هيلعب كاس وبتاع، واللي هيلعب يوروبا ليج، واللي مش هيلعب. الفرق الوحيد اللي مش هيلعب تقريبا مانشستر يونايتد، يعني هو ده الوحيد اللي مريح فاهم، ولا ملوش حاجه. الباقي كله هيلعب. فانت ما تستعجلش، لان الماتشات دي بيحصل فيها اصابات، لعيبه بتريح، لعيبه بتلعب، لعيبه مش عارف ايه. فاستنى المؤتمرات يوم الجمعه، بعد كده اعمل تبديلتك. ومن هنا اجي لك ان انا ما برجحش خالص انك تعمل تبديله الجوله دي. الجوله جوله رخمه جدا، اغلب الفرق اللي بنعتمد على لاعيبتها هتلاعب بعض، وهتبقى ماتشات رخمه كمان. الناس اللي بتفكر تعمل فري هيت او وايلد كارد، بلاش الجوله دي خالص. مفيش حد هتجيبه هيلحقك. اراء كتير اتكلمت يا كابتن خالد ان هل ايزاك هيجي هيعوض ارقام صلاح في الليفر. والله بمستوى صلاح الحالي لو ما فاقش من الوعكه اللي هو فيها دي، لا ايزاك هيعديه طبعا. هيبقى هو نجم الفريق، وكمان ايزاك بيشوط بلانتيات احسن من صلاح. فلو صلاح فضل في نفس المستوى ده، لا اعتقد ايزاك هيركب عليه طبعا في الارقام كارقام ومساهمات. ولكن ارن سلوت تصرح وقال لك ان ايزاك جاهز يلعب 45 دقيقه بس، ومش عارف ال 45 دقيقه دول هيكونوا في ماتش الشامبيون قدام اتلتيكو مدريد ولا هيكون في ماتش ايفرتون. فانت عشان تفكر في ايزاك لسه قدامك اسبوع كمان، اسبوعين كمان. طب اقول لك خطه لذيذه جدا. اتفضل. بما ان احنا لسه بنتكلم عن هالاند ان هو ما ينفعش يتفوت ولازم يبقى معاك، فانت كده معاك مهاجم ب 14 مليون. حلو الكلام. هل هيبقى معاك صلاح تاني ب 14 مليون؟ انا معايا بس فعلا ونص. ماشي ب 14 ونص. انا فعلا الفرقه، انا في كذا لعيبه انا متاكد ان هو هيجيبوا النقط ومش معايا، وراضي خلاص. لا مش عارف اعمل حاجه. تيجي عند مرحله معينه انت لازم يبقى معاك واحد من الاثنين. لو صلاح استمر على المنظر ده، انا شايف ان انت تبدا تخطط من دلوقتي ان انت تبيع وتجيب ايزاك بعد جولتين او 3، لان انا متاكد ان ايزاك هيركب على اي حد. فاهمك واصله. فاهم حاجه؟ فابدا خطط من دلوقتي ان انت تفضي مكان لايزاك عندك في الفرقه. بص بقى، دي ارقام فيرتس والله العظيم مش متفرج. قفشه يستحي يسوي الارقام دي. انت جاي عليه قوي يا اسطى. انا مش جاي عليه بجد. عارف هم عشان ينجموه ماشي في سكاي سبورتس عشان يحسسوا انه بيعمل حاجه، حطوا احصائيه كده هحطها لكم برضو. اكتر واحد جرى لقدام، اكتر واحد جرى بالجنب، اكتر واحد زق الكوره بجد. عملوا احصائيه اقسم بالله بتضحك. احصائيات رونالدو دي. رونالدو اللي هو الهداف التاريخي اللي لعبت كره القدم، بجد كانوا بيقعدوا يعملوا له احصائيات اكتر اجوان من الاختراق قلت ايه اكتر اجوان. فاهم؟ انما فيرتس اكتر واحد جرى، يعني ما عادي يروح ينافس عداء بقى وكده. خلينا نتكلم عن ماتشات الرخمه الجوله الجايه. عندك ليفربول هيلعب ايفرتون، ديربي الميرسيسايد، يكون ماتش رخم. توتنهام وبرايتون، مع هذا النط دوت ولا مش عارف عشان اسمه ابدا بس بحبه قوي. ما تقولوش. تشيلسي واليونايتد ونيوكاسل وبورنموث وارسنال والسيتي. فاغلب الماتشات هتبقى ماتشات رخمه، هيبقى فيها نقط ولكن نقط قليله. لو هتعمل تبديله الجوله دي تبديله واحده، لازم تبديلتك دي تكون بالمر وتكابتنه. حلو. اي تبديله تانية ما تعملهاش. طب لو انا ما عندي واتكنز مثلا ما تعملها برضه بجد والله العظيم. سيبه يلعب. سيبه. ليه؟ عشان اولا لو انت معاك واتكنز لحد دلوقتي فانت مش فارق معاك. عادي جوله بقى كمان، ايه المشكله؟ ما بقى له 4 جولات ما بقى معاك واحد عمال ياكل ويشرب وبتاع ببلاش، وعادي ببلاش فاهم، وكمان رخص لك 2 من 10 يعني مبهدلك فاهم. فخلاص مش فارقه معاك. عشان الجوله اللي بعدها الماتشات هتبقى احلى، فيبقى معاك تبديلتين او 3 على حسب الناس عاينه قد ايه يعني. وتظبط تشكيلتك انك بقى زي ما قلنا بقى، زي ما تفضلت انت يا كابتن يوسف، وتجيب هالاند وتظبط الكلام ده. بص الفرق ده يا كابتن يوسف، لو عندك مدافعين منهم لعيبهم اساسي، كريستال بالاس وفولهام وساندرلاند وليدز. حلو. الفرق دي انا شايف ان المدافعين الرخاص اللي احنا جايبينهم منهم دي جوله مناسبه قوي ان احنا نلعبهم او نعتمد على المدافعين بتوعهم. وانا كخالد ما تعملش زيي اوعى تعمل زيي. انا هلاعب جابرييل اساسي قدام مانشستر سيتي. دلوقتي عندي ليك سؤالين: هل ماتش زي ماتش توتنهام وبرايتون او ماتش نيوكاسل وبورنموث حد فيهم يطلع بكلين شيت؟ انا شايف ان توتنهام مثاليه ان هي تلعب قدام برايتون، فرقه بتتحكم في الريتم وبتسيطر على الكوره. تعالى باشا احنا قاعدين في ال18 مش طالعين. ده برايتون. توتنهام يعني ما انا فاهم، يعني برايتون اللي بتستحوذ وبتتحكم. فاحنا تمام ان شاء الله الماتش يخلص مع مدربهم الكبير هازل طبعا. فانا شايف ان توتنهام هتطلع كلين شيت. طب بورنموث ونيوكاسل؟ لا الماتش ده هيبقى فيه جوان من الطرفين. والله انا اعتقد وجهه نظري لو سينسي لعب جنب دياكيتي، بس دياكيتي اتصاب، لو دياكيتي سليم وسينسي ودياكيتي بيلعبوا ممكن يعملوا كلين شيت، لسبب لان نيوكاسل خطورتها الوحيده هتبقى من فولتمان، فهم الاثنين يقدروا يحجموه. اعتمد على سيمينيو وجريليتش وجواو بيدرو في الهجوم الجوله الجايه. ادي اخر فرصه لصلاح وماتيتا الجوله الجايه. الناس قعدت تستغرب ان احنا ما قلناش على كابتنه ماتيتا الجوله اللي فاتت. بجد اي حاجه استغربوها اللي عرفوا هي ليه بقى. بجد يا جدعان ماتيتا لا يعتمد عليه خالص. يعني انت ممكن مثلا لو بعته يجيب حاجه بجد ما يجعلكش الباقي. ربنا ما يقطعها لنا عاده كابتن خالد، ولا يحرمنا منكم ولا يحرمكم منا. خلاص احنا هنثبت الفقره دي
بعد طلب كبير قوي من المشاهدين هنعمل التشكيله المثاليه برضو زي السكاوت زي الجوله اللي فاتت. حراسه المرمى هنلاعب روفس، اعتقد اسمه كذا تقريبا يعني جون ساندرلاند، يعني حارس مرمى ساندرلاند. حارس مرمى ساندرلاند فعلا. هيلاعب استون فيلا هوم، ما بيعرفوش يجيبوا جوان زي ما قلنا يعني ما عندهمش المقدره، فاهم يعني دي انلوك عندهم. 3 مدافعين، روميرو متوقعين ان هو يعمل كلين شيت. مونوز بجد الواد ده مهاجم، ماتيتا كذاب جدا بجد، اقسم بالله العظيم هو ده المهاجم الحقيقي بجد، هو ده المهاجم الحقيقي يعني. هو والواد رقم 10 جامد جدا. ايوه والله جامد جدا بجد. وثالث لعيب وهو اندرسون من فولهام. نص الملعب خماسي مسطره، صلاح بالمر قدام يونايتد، جريليتش قدام الليفر. شايفين الحته اليمين بتاعه ليفربول هتبقى ثغره وجريليتش هيستغلها كويس. رابع لعيب هو سيمينيو الذي لا يخذلك ابدا. ده اختيارك ده مين؟ ايزي صح. كنت عايز كمان تحط جيوكريس. انا هدخل بتشكيلتي كده جابرييل وايزي وجوكر. والمهاجمين طبعا جواو بيدرو، واللعيب الكذاب هو ماتيتا من كريستال بالاس. مضطرين نحطه لان بجد وست هام لا تعرف كره القدم. نيجي بقى كابتن ليك كابتنه، جوله صعبه. جوله انت السادات. والله الجوله جوله رخمه، ما فيهاش كابتن اوبشن اللي هو بقى هو ده بقى اللي كلنا هنكابتنه كده. اولا انا ضد تماما كابتنه هالاند. طيب تقول لي انت هتروح مع مين؟ الكابتن مين يعني؟ اقول لك انا شايف ان بالمر هيكون حلو جدا، اوبشن ممتاز للكابتنه. تقول لي طب وانت بقى كابتن خالد انت معكش بالمر، احنا متابعين تشكيلتك كويس، شايفينها في الاول جايبه 90 نقطه. هتكابتن مين؟ اقول لك والله ما عارف لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي بنصور فيها الحلقه، والله ما عارف هكابتن مين. وغالبا هتجنن واروح مع كابتنه مدافع. اقول لك حاجه كابتن خلوده، صلاح هيجيب جونين الجوله دي. هكابتنه يعني؟ هكابتنه طبعا. ماشي، انا هكابتن اندرسون من فولهام بجد. ماشي، لان انا مش شايف كابتن اوبشن حلو للجوله دي اللي هو هتشوف صلاح هو بيجيب جونين الجوله دي في بيكفورد. يا عم اسمع من اخوك بقى يا عم هسمع. هو احنا لا انت مش لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقول لنا هتكابتنوا مين، ومستنيينكم بقى يعني شويه دعم كده في الخفيف، يعني شويه دعم يعني مثلا 2000 3000 فيو. هفهمك حاجه، هو كل واحد مسؤول عن الاكونت بتاعه. ما هو يعني احنا مش في الهند، اللي هو يعمل شير ماشي، بس يعني ما تحملوش، يعني مثلا ما تحملوش مسؤوليه ان هو يجيب اصحابه. خلاص يعملوا لايك يعني. اعمل لايك وكومنت بيساعد فعلا، بيساعد. اعمل لايك وكومنت هيساعدنا. جرس بالله عليك، جرس ورن الجرس فعل الجرس وفعل الجرس، ويا رب تجيبوا نقط كتير. سلام عليكم.